السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن كنتم من المتتبعين الجدد لقناة الجديد سبورتس فلا تبخلوا علينا بالاشتراك وتفعيل الجرس. كشفت تقارير سعودية أن نادي الاتحاد السعودي حسم مصير هدافه الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله بعد الأخبار التي ربطت هذا الأخير بالانتقال صوب الرجاء الرياضي في فترة الانتقالات الشتوية الحالية. وحسب الصحف السعودية فإن الأرجنتيني مارسيلو جاياردو المدير الفني لاتحاد جدة قرر استمرار النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله ضمن صفوف الفريق. وجاء هذا القرار وفق صحيفة حاز السعودية في ظل الحالة من عدم اليقين التي أحاطت بمستقبل اللاعب وسط رغبة جاياردو الملحة في إجراء تعديلات على تشكيلة اللاعبين الأجانب للفريق خلال الانتقالات الشتوية نتيجة للأداء غير المرضي الذي قدمه الفريق مؤخرا. وسبق لعبد الرحيم شقيق ووكيل أعمال النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم نادي الاتحاد السعودي أن كشف حقيقة تفاوض اللاعب مع مسؤولي الرجاء الرياضي، حيث قال وكيل أعمال عبد الرزاق حمد الله في تصريحات إعلامية قبل أيام: نادي الرجاء لم يتواصل معي ولم يكن بيننا أي حديث قط. ويلعب حمد الله البالغ من العمر 33 سنة في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد منذ يناير 2022، مسجلا 53 هدفا وصانعا 7 آخرين في 66 مباراة رسمية بمختلف المسابقات. جدير بالذكر أن المهاجم المغربي جدد عقده مؤخرا مع العميد الاتحادي حتى صيف عام 2025 وسط تضارب في الأنباء بشأن استمراره مع الفريق أو رحيله.